وفاة الشيخ اليمني عبد المجيد الزنداني في إحدى مستشفيات تركيا، وكمان هنعرف تفاصيل الوفاة وآخر ظهور له. السلام عليكم وأهلا بكم. أرجو منكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة ويصبر أهله وكل محبينه، وتعازينا للأسرة ولشعبنا شعب اليمن. نعت هيئات إسلامية عديدة العلامة اليمني المعروف الشيخ عبد المجيد الزنداني اللي توفى اليوم في إحدى مستشفيات اسطنبول عن عمر 82 عام. وكمان كتب ابنه محمد عبد المجيد الزنداني: إن لله وإنا إليه راجعون. وبعد إعلان نبأ الوفاة توالت بيانات النعي والتعزية في وفاة الشيخ العلامة الزنداني، والذي شغل في الماضي منصب رئيس هيئة علماء اليمن من قبل علماء وشخصيات سياسية عديدة. ولد الشيخ الزنداني عام 1942 بمديرية الشعر في محافظة أب اليمنية، ودرس في مصر وحصل على إجازة الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر. وكمان بعدها عاد إلى اليمن بعد ثورة 1967 وشارك في العمل السياسي. أرجو منكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة.